اهلا حبيباتي، كي راكم دايرين؟ جمعه مباركه، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ويلقاكم الفيديو هذا بكل خير حبيباتي. شكرا على دعمكم، شكرا على تواصلكم في الخاص، وشكري على واش راني نقدم من محتوى في هذه القناه. هذا استحقاقكم حبيبات قلبي، وهذا كله لأجل عيونكم، باه تتغيروا حبيبات قلبي وترتقوا وتتوسعوا في الوعي وتخرجوا أجمل نسخ منكم. إذا حلقة اليوم ولا موضوع اليوم راه مهم جدا جدا جدا. اسمعي معايا مليح حبيبتي، سواء كنتي متزوجة ولا بنت مقبلة على الزواج، هذا الموضوع رايح يهمك. اليوم ان شاء الله رايح نحكي لكم ونعرفكم على 5 صفات للرجل السيء اللي تبتعدي عليه اذا كان راكي في مرحله خطوبه. الوغ لازم ديري فيلتر لهذا الرجل وتشوفي هذه الصفات اذا كانوا فيه، فتبتعدي فورا وتفكي العلاقه وما تدخليش فيها، على خاطرش اذا كملتي ودخلتي رايحه تدمري. واذا كنتي متزوجه في هذه العلاقه فبداي تخدمي على روحك وشافي روحك وحاولي تخرجي منها وتبتعدي على هذا الرجل السيء، لانه حتى الان اذا كنتي في علاقه مع هذا الرجل نقول لك باللي راهم عندك الامراض، اذا كانت عندك غده درقيه في بسببه، اذا كان عندك سكري بسببه، اذا كان عندك المعاناه الفقر الضغوطات بسببه، حاله نفسيه حاله جسديه بسبب هذا الرجل اللي عنده هذا الصفه راكي معاشرته. اذا حبيباتي، اول صفه للرجل واللي تكون مؤشر على انه هذا الرجل راح يتعبك وتتعبي معاه ورايحه تعاني، وهذه الصفة تكون يعني تبان أكثر في فترة الخطوبة للبنات المقبلين على الزواج، وردوا بالكم، وتكون تاني في العلاقة، واللي هو هذا الشخص عنده الإجبار، عنده التسلط، يعني وعنده الإكراه. كما يقول لك، يقول هو بيضة بيضة، يقول حمرة حمرة، يعني يكون متسلط لواحد الدرجة. يعني تبغي تفهمي تقولي عليه مثلا، تبغي تطلبي منه حاجة ولا تبغي حاجة، ولا يمتنع مباشرة. لا، ما ديريش هذيك الحاجة، ما تروحيش لذاك المكان، ما تمشيش مع هذيك، ما ديريش. فهمني عليه يا راجل، اعطيني السبب، اقنعني. والو، بدون سبب، هكا بانت لي انا الراجل، انا اللي نحكم، انت ما عندك حتى دور. لكم ان تتخيلوا هذا راه انسان بصفة سيئة. الوغ كيفاش تكون العلاقه مبنيه بين زوج وما فيهاش تفاهم، ما فيهاش النقاش، ما فيهاش الحوار؟ اذا كنتي بنتي مقبله على الخطوبه وكان عندك الخطيب نتاعك بهذه الصفه، يعني كاينه بنت اللي تقول لك باللي عيط لها قالت له باللي راني خارجه رايحه عند جداتي ولا فلانيه ولا عندي حاجه، ولا مباشره لا ما تروحيش. علاه؟ بدون سبب، راني نقول لك ما تروحيش ما تروحيش. هي شدير، هي جهه الامر عادي ما تتقبلش، بصح من بعد تقول لك نورمال، بالك يبغيني يغير عليا. لا حبيبتي، اقنعني علاه. وخطا هذا اللي ديروا البنت، هي فتره الخطوبه ويحكم فيها ما تروحيش ديك البلاصه، ما ديريش ديك البلاصه. يعني هي عاد في دار باباها وامها وابوها مازالوا مسؤولين عليها، وهو عن طريق هاتف مكالمه يحكم فيها ما ديريش ما تعمليش، وهي تردخ. لكن هنا هي السبب، لانه هي فتحت له المجال باه يتحكم ويسيطر. الوغ اذا كان هذا الصفه في هذا الرجل من البدايه، الوغ هربي وما تبقيش وما تكمليش مع هذا الانسان. لما تكون في العلاقه الزوجيه، اذا كذلك هذا الانسان يتعب، يعني يجيف هذا المراه، ما يخلي لهاش حريه الاختيار، ما تتنفسش، ما تتنهدش معاه. فهمني يا راجل، علاه منعتني، علاه سيطرتني، علاه قلت لي لا، علاه ممنوع، علاه والو ما نفهمش، انا قلت لك لا لا، ما تحاوليش تفهمي معايا. الوغ هذا الرجل، هذا الصفه لما تكون في حياه هذا الزوجه رايح يتعبها، يعني رايح يحبطها. يعني شحال من حاجه تبغي ديرها خوفا منه تجبرا وتسلطا منه، يعني هذا الانسان ما تلقوهاش ترتقي وتتغير، وبالعكس يدمرها. اذا هذه الصفه الاولى. الصفه الثانيه واللي هي صفه هدرنا عليها في الحلقة اللي فاتت على شكون هي المرأة اللي تطلق الإطلاق في حالة واحدة، واللي هو هذا الشخص يكون يتعامل معها بالضرب والإهانة. الإهانة والضرب، يعني الراجل اللي يهينك ويضربك هذا ما تبقاش معاه، هذا مكانه في الغابة مع الحيوانات، مكانه مشي مع البشر، مشي مع ناس إنسانيين، ناس مخلوقات بشرية. لا، هذا العيشة نتاعو في الغابة.
الوغ كانت عندي وحده نعرفها من المقربين في العائله. هي بنت كانت في علاقه، يعني كانت مخطوبه لمده 5 سنوات ولا 7 سنوات حاجه كيما هكا. وهذه يعني من المقربين، يعني هذه حكايتها امام عيني شفتها. هذه البنت ما خاصها حتى خصاص، يعني متربيه قاريه بالمكانه نتاعها، كل صباع بصنعه، شابه نظيفه، ما خاصها حتى خصاص. الوغ كانت في مرحله خطوبه مع هذا الخطيب نتاعها حوالي 7 سنوات. في هذه الفتره تخيلوا البنات كان يتعرض للضرب، كان يضربها لأتفه الأسباب. مثلا خرجتي وما قلتيليش، مثلا كانت هي خدامة زميل يهضر معاها ولا يسألها ولا على هضرتي معاه فيروح يضربها، يعني كارثة، يعني كانت تنضرب وهي مخطوبة. الوغ بعد هاد العشرة اللي دامت بيناتهم 7 سنوات فترة الخطوبة، تزوج بها. كي تزوجت قعدت عنده شهرين وطلقها. يعني واش كان يتعامل معها لما كانت معاه في فترة الخطوبة ولا يمارسه معاها في الزواج، يعني حتى هذاك الضرب والإهانة كانت بعد الزواج. الوغ قعدت عنده شهرين وطلقها، يعني امه وهو داروا فيها راي. طلقها، خرجت من عنده، سمحت في كل شيء، ماشي سمحت، هو سمحها، يعني طلقها بضحكه، سلب لها كاع الحقوق نتاعها، ذهبها، صوالحها، فراشها، كل شيء داه. ومتالي هي هربت براسها، هربت بنفسها، سلكت غير روحها. ومن بعد ما طلقهاش هو، يعني ولا يتماطل، وهي اللي دارت له الخلع، وهو ما طلقهاش به ينسلخ من النفقات، يعني ما يعطيهاش النفقه نتاعها وما يخسرش عليها دراهم. الوغ وهي طلبت الخلع، وبعد هذا العناء يعني عاد رجعت نفسها ولا تتعالج في روحها، يعني خرجت بأمراض نفسية وجسدية وما إلى ذلك. الوغ هنا حبيبات قلبي، بناتي، إذا كنتم مقبلين في فترة خطوبة وعندك إنسان بهذه الصفة، اهربي، ابتعدي ابتعدي. ما تقوليش باللي كي يقول لي ما ديريش ولا غيره، كي غير عليا ولا خاطش يبغيني ولا لا. حبيبتي، الانسان اللي يبغي الانسان ما يأذيهش، ما يأذيه لا جسديا ولا نفسيا، بالعكس يكون هو مصدر الامان ليه، يكون هو اللي يحسه بالحب والاحتواء والاحترام. والعلاقه المبنيه بين طرفين الرجل والمراه ما تكونش مبنيه على الحب، لا، الحب يجي من بعد، لازم تكون مبنية على الاحترام. كي يحترمك ويقدرك ويعاملك كأنثى، هنا معناها يحبك، هنا معناها يقدرك، هنا معناها يبغيك. هذا إنسان تعاشريه. بصح إنسان ما يهتمش بيك، ما يحترمكش، يضربك، ما يراعيش المشاعر نتاعك، هذا ماهوش إنسان، هذا ماهوش بشر. لأنه ربي قال لنا ولقد كرمنا بني آدم، يعني ربي راه مكرمك من عنده. الوغ ما ترضاش على نفسك حتى واحد فوق الارض يمس شعره منك. وحتى ليك حبيبتي، اذا كنتي في علاقه زواج وكنتي تتعرضي للضرب والاهانه، اخرجي من العلاقه مباشره، وخرجي وبعدي وتشافاي بعيد عليه. اما انتي معاه وتقولي نتشافى وهو يضربك وهو يعاقبك وهو يهينك، لا، راح يزيد يمرضك. اذا الصفه الثانيه واللي هي اسوأ صفه واللي هي هذه الاهانه والضرب. اذا الصفه الثالثه واللي هي عدم تحمل المسؤوليه، وهذا الصفه يعني واش نقول لكم، بالك 80% من النساء الجزائريات يعانوا من هذه الصفه مع الرجل اللي هو عديم المسؤوليه. بصح هنا نوقفوا نقطه. هذا الرجل العديم مسؤوليه عند كاين حالتين، كاين الراجل اللي يجيب المسؤوليه تاعو ويكون راجل، ولكن المراه تردو غير المسؤول، كما هضرنا عليها تاني في الحلقة اللي فاتت. يعني كيفاه؟ يعني هي تدخل بدور المنقذ، دور المضحي، أنا ندير، فتلقوها تسلب المسؤولية منه غير بالعقل، غير بالعقل، غير بالعقل، حتى اللي تردو بطاقة أنثوية، يعني واللي مرأة ماشي معنى صفة ولا تعامل ولا لا، يعني مرأة ما عندوش الطاقة الذكورية عالية، يعني وهي ترجع ذكر، يعني هي تولي تمارس المهام نتاعو، تولي تخدم برا والداخل وتدي الدراري وتصرف وتجيب وتضرب المسمار وتعلق ليزار ودير ديك وتخلص صدة وتشري وتدي للطبيب، يعني دير كل شيء، وهو تسلب له المهام نتاعو. اذا الرجل غير المسؤول راه عالة على مرته، عالة على الأسرة نتاعو، عالة على المجتمع نتاعو. اوكي. وكاين اللي هو في الطفوله نتاعو والديه رباوه على عدم المسؤوليه، ابوه هو اللي يصرف
امه هي اللي طيب وتوكله، اخواته يمدوا له يغسلوا له يرفدوا له، الوغ ماشي مسؤول. كي يروح يتزوج يصيب روحه زيرو مسؤوليه، يعني المراه اللي تديه تحصل فيه. اوكي. درك الرجل اللي ما يكونش عنده مسؤوليه، هذه سيئه فيه، صفه سيئه فيه. ولكن حبيبتي ما تخرجيش من هذه العلاقه، ننصحك حتى تعالجي روحك انت وتشوفي بالك الخلل فيك انت، بالك انت راكي غيرتي له طاقته، هنا لازم لها خدمه. اوكي حبيباتي. اذا الصفه الثالثه واللي هي عدم تحمل المسؤوليه. الصفه الرابعه واللي هي الغيره المرضيه. الراجل الغيار، يا ويلي على الراجل الغيار. الغيره المرضيه تهدم بيوت، تدمر انفس، تفك علاقات، لانه الغيره المرضيه يكون فيها الشك. وغالبا لما الراجل هذا اللي يكون عنده هذه الغيرة المرضية عنده حالة نفسية عاشها في الطفولة، تكون عنده صدمة، ولا عاش في أسرة شاف فيها الخيانة، شاف فيها بالخصوص الخيانة، فتحولت إلى الشك، والشك تحول إلى غيرة مرضية، فتلقيه يشك فيها في الكبيرة والصغيرة. وين كنتي؟ علاه رحتي؟ عيط لك وما رديتيش، التليفون كان محلول، مع من بيت روحي. يعني غيرة ما عندهاش مبرر. علاه تقول له فهمني، علاه ما نروحش، علاه ما هكا نغير، انا داير كيما هكا. لا حبيبتي، هذه الغيرة قاتلة. يعني هذا الانسان راح يكتفك، ما يخليك ديري والو معاه، ما تخرجي، ما تدخلي، ما تتحركي، ما تتنهدي، ما ديري حتى حاجه. علاه؟ على خاطرش غير. والغيره تولد الشك، يعني يولي يشك فيك، وهذه الغيره تنعكس عليك انت وتنعكس حتى على ولادك مستقبلا. يعني العائله كامل تعيا مع هذا الراجل اللي عنده هذه الصفه، صفه الغيره المرضيه. اذا احذروا البنات من هذه الغيره المرضيه. اذا الصفه الخامسه، واللي هذا الصفه من اصعب الصفات السيئه في الرجل، من أصعب. يعني وتلقوا المرأة معاه في هذه العلاقة تلقوها مريضة، يا عندها الغدة الدرقية، يا عندها عندها لا طونسيون، يا عندها ألم المفاصل، يا عندها البيركيسون هذاك مرض الرعاش، يا عندها السكري. يعني تلقوا أمراض الدنيا والدين عند هذا المخلوقة نتيجة هذا الصفة اللي في الرجل، واللي هي العنفوانية والهجوم، وما يتريتش وما يسمعش وما يتناقش. يعني يصرى حاجه في الدار في موضوع ولا يبغوا يناقشوا فيه، ولا صرات حاجه ما يفهمش، يا ودي خلينا نفهموك والو، يضرب يسب يعاير بدون نقاش، بدون نقاش، ما يحاولش يفهم. هذا المراه تلقوها عايشه معاه الخوف، الرعب، تمشي وخايفه منه، تلقيها تخبي عليه، تلقيها تدس عليه، تلقيها بزاف امور باغيه ديرهم في حياتها وخوف منه ما دير والو. وهذه الصفة تنعكس حتى على ولاده، يعني حتى على ولاده، ويخافوا شره، يخافوا أذاه، ويولوا يتمنوا له الموت. كاين والله العظيم نوع من هذا الرجال من كثرة هذا الجبروت نتاعهم وهذه الصفة السيئة اللي متقمصينها بصفة يعني خيالية، تلقوا ولاده واهله يطلبوا له ويتمنوا له الموت باه يخرج من حياتهم ويرتاحوا. فهمتوا البنات؟ يعني صفة متعبه جدا، تعب المراه بزاف الراجل. وشوفوا هذا الراجل كي يكون مثلا صرات حاجه في الدار وتبغي تناقشيه ولا طارت الثوره تاعو، يعني ويزعف ويتقلق ويضرب ويخبط وعليه وديك وكل شيء، يعني من بعد ما يتراجعش ويراقب روحه ويقول بالك غلط، بالك يعني كي يهدى، لا يكمل. وكي يكمل هذا الراجل كيفاش تعرفوا باللي هذا الراجل سيء الطباع؟ كي نايف يهجر المراه ولا يهجر بيته ولا يهجرهم 5 ايام 3 ايام 4 ايام اقصى مده 5 ايام، كي تشوفيه هجر 5 ايام عارفه باللي هذا الانسان ما ينحشرش، ماشي هذا هو الانسان اللي تقعدي معاه. علاش؟ على خاطرش هذيك المراه ممكن في هذيك الايام تكون محتاجه ليه، عائلته محتاجه ليه، ولده محتاج ليه، مريضه، حاجه طارئ، ما يستعرفش راه عنده هذاك اللي صاير، راه منايف، راه غضبان. علاش؟ على خاطر درت له حاجه وما بلا ما يفهم لا كانت صح ولا ماشي صح. فهمتوا؟ يعني الصفة مؤذية جدا، وهذه الصفة تأذي المرأة جسديا. يعني تعلمها الكذب، تعلمها دير وتكبتها الكبت، ما تخليهاش دير صوالح اللي هم باغيينها لي زاكتيفيتي، يعني ما باغي دير مشروع، باغي دير حاجة، باغي تروح، باغي تحوس، باغي تشري، يعني تسموها دائما خايفة منه. تخاف منه، تتقي أداه، لأنه عليه شرس، لأنه همجي هجومي ما يفهمش. فهمتوا؟ يعني صفة سيئة ومدمرة. إذا حبيبة قلبي 5 صفات للرجل السيء، هادو إذا كان شفتيهم في الرجل فهربي. إذا كنتي ما زلتي مخطوبة في علاقة
ما قبل الزواج ونقول لك هربي ما تدخليش في هذه العلاقه، على خاطرش غادي تتعبي من بعد وتندمي. اذا كنتي في وسط العلاقه وعندك هذا الرجل السيء، بداي تخدمي على روحك اولا، خدمي على ذاتك، خدمي على روحك، غيري نفسك، وراني هنا باه نساعدك. ممكن تتواصلي معايا في جلسة مغلقة، في جلسة تفهمي أمورك، تفهمي راسك من رجليك. حبيبتي إذا كنتي مخطوبة ومقبلة على زواج، في جلسة تفهمي، نقول لك هذا الراجل إذا كانت تكملي معاه ولا ما تكمليش معاه، هذا العلاقة إذا علاقة سليمة ولا ماشي علاقة سليمة، هذا العلاقة إذا اسكو غادي تكوني من بعدها أسرة رائعة، أسرة جميلة، أسرة هنيئة. راح تعرفي كل التفاصيل في جلسة. وحتى ليك انت حبيبتي اذا كنتي في هذه العلاقه وراكي مريضه وراكي مدمره وراكي، فدخلي الجلسه باه تتشافي حبيبتي وتغيري هذه العلاقه. اوكي، اذا حلقه اليوم رائعه جدا، 5 صفات للرجل السيء، من خلالها تعرفي هذا الانسان اللي تكملي معاه ولا انسان تعشريه ولا ما تعشريش. نتمنى منكم البنات هذه الحلقات بارطاجوهم بين الاخوات اخواتكم، كيما تستنفعوا نتوما يستنفعوا بنات واحد اخرين. وممكن تخلوني في التعليقات تحت المواضيع اللي راكم حابين نشاركوا معها. يعني انا يا والله العظيم يوميا كل موضوع نشوفه، يعني عندي مواضيع 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 ان شاء الله، وحلول. كل موضوع كل يوم افكر في موضوع ونشوفه هو المناسب نبارطاجيه مع اخواتاتي، ما نبخلش عليكم. اذا لكم كل الحب والاحترام لارواحكم النقيه. دمتم سالمين، مع السلامه.